هنا في الدوحة طبعا العاصمة القطرية. نتحدث عن أمور كثيرة، مجموعة من العناصر التي حلقت في فضاء المونديال تتواجد معنا. نتحدث عن أمور كثيرة، كذلك سعداء لأن هذه الدعوة للأسماء الجزائرية الرنانة هي بدعوة من شركة أوريدو الراعي الرسمي للمنتخب الجزائري، وهي مناسبة لنرحب بسعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو. سعداء أن تكون معنا في هذا الموعد. نحن سعداء تواجدنا في بين سبورت. مرحبتين. ورحب كذلك بوليد السيد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أوريدو. شكرا جزيلا واحنا سعداء بحضورنا معكم. مرحبا. كما نرحب طبعا بالأسماء التي صنعت أفراح الجزائر والعرب. سعداء أن يكون معنا رايس مبولحي العملاق الذي أكد التواجد من خلال طبعا بصمة في تاريخ هذا المونديال على مستوى حراسة المرمى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. نرحب كذلك بسفير شايدر، اسم مهم في معادلة الأداء الجزائري في مونديال البرازيل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا سعيد أن أكون هنا معكم. هذا المسار الذي قضيناه كان رائعا. طبعا نرحب باسم مهم في التشكيلة الجزائرية، فوزي غلام. مرحبا معنا من خلال هذا الموعد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيدون أن نكون هنا. مرحبا. نرحب كذلك بالقائد مجيد بوقرة. مرحبا. السلام عليكم. نرحب كذلك بياسين إبراهيمي. سعداء أن تكون معنا. السلام عليكم. حسان يبدأ. سعداء كذلك أن تكون معنا. السلام عليكم يا سيدي. مرحبا. نرحب كذلك بهذا الجمهور الرائع الذي عاش الأجواء الاستثنائية من خلال طبعا تشجير الخضر على امتداد طبعا أيام هذا الحدث الكبير. سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو. طبعا هناك صدى كبير للحدث على اعتبار بأن شركة أوريدو هي الراعي الرسمي للمنتخب الجزائري وما تحقق من مكاسب طبعا في هذه البطولة وهذا الموعد العالمي. الحمد لله. لا شك اليوم الفريق الجزائري هو سفير الدول العربية في بطولة المونديال 2014، واحنا سعداء برعايتهم ونشكرهم اليوم على اللي قاموا به في البطولة. طبعا كنا ننتظر طبعا هذا الحضور. الجزائر ممثلة وحيدة كما ذكرت للتواجد العربي في الحدث، وبالتالي شركة أوريدو هي الرائعة. طبعا كانت هناك استراتيجية على اعتبار صدى هذه الشركة عالميا تتواجد في أماكن طبعا على مستوى العالم، ولكن طبعا هناك إشعاع إضافي لما تحقق على اعتبار ما قدمه المنتخب الجزائري في هذا الموعد العالمي. لا شك يعني الحمد لله يعني احنا من يعني أهداف الشركة أنها تبرز الرياضة وفي التعليم وفي يعني مجالات كثيرة، وإحنا ننوع المجالات. ولا شك اليوم إحنا مثل ما قلت لك سعيدين يعني بالنتائج اللي حققها أبطال الجزائر. أكيد. وليد السيد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أوريدو، هل من إضافة في هذا الجانب؟ نعم، أول شيء طبعا فخورين جدا بوجودنا مع أبطالنا أبطال العرب في الجزائر. حقيقة هذه الدعوة كانت دعوة كريمة من سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو للأبطال للحضور إلى دولة قطر لأسباب متعددة. السبب الأول والمهم أن أوريدو ممثلة في المجموعة وأيضا ممثلة بأوريدو الجزائر كانت هي الراعي الرسمي للمنتخب الجزائري البطل في مونديال 2010، واستمرت في دعم هذا المنتخب إلى مونديال 2014. والحقيقة أن ما تحقق من المنتخب الجزائري جعلنا يعني نشعر بفخر شديد بهذا الأبطال وبما حققوه في المونديال، وأيضا يعني شجعنا أن نكون فخورين بالاستمرار في دعم هذا الفريق، لأن احنا نعتقد أنه هو أمل العرب في البطولات القادمة. أيضا كما قال سعادة الشيخ سعود، أريد من خلال توسعها في العالم ومن خلال وجودها في الجزائر لديها مسؤولية اجتماعية تجاه جميع الدول اللي تتواجد بها، ومن ضمن هذه المسؤوليات الاجتماعية دعم المجالات الاجتماعية والرياضية بشكل خاص، لأن الرياضة متوجهة للشباب ونضوج الشباب. فسعداء بوجود الأبطال في قطر، وسعداء بالدعوة الكريمة اللي وجهتها أريد لهم للحضور والمشاركة معنا. أكيد شيء جميل، وهي احتفالية استثنائية تتماشى مع هذه الطموحات وما حققه المنتخب الجزائري. رئيس مبولحي، المونديال سيبقى في الذاكرة طويلا، كنتم سفراء للكرة الجزائرية والعربية، تحققت أشياء كثيرة، كنا سعداء بالأداء بالنتائج بهذا الحضور الموشوم في ذاكرة الفيفا.
من الواضح أن كأس العالم كانت رائعة بالنسبة لنا. كنا قد مثلنا الجزائر وكل البلدان العربية بشرف حسب ما أتمنى. لسوء الحظ خسرنا أمام منتخب ألماني قوي جدا في عالم كرة القدم اليوم، ولكن الحمد لله أعتقد أن اليوم مثلنا الجزائر والبلدان العربية. هذه أجمل كلمة، الحمد لله على كل شيء، لأننا أكيد استمتعنا. الأداء كان كبير، كانت الندية، كانت الرجولة، كان الحضور. سفير تايبر، أكيد خرجت بعديد الخلاصات من هذا الموعد العالمي. أن نكون خارجين بشرف ومرفوع الرأس أننا لعبنا كأس العالم هذا ومثلنا بلدنا كما يجب، مثلا الجزائر كما يجب والعالم المسلم كذلك. الآن علينا نحن أن نواصل أن نكبر ونبرز كذلك بأننا البلد العربي الذي يستحق أن يكون موجودا. استمتعنا كذلك بأمور كثيرة. لماذا؟ لأنه جاء التعثر أمام المنتخب البلجيكي فوزي غولام، كان شوط أول رائع، اختلفت الأمور في الشوط الثاني. رغم هذا التعثر كانت هناك إرادة، كان هناك حب القميص، كانت هناك تضحيات، وبالتالي كان هذا الأداء المتسلسل، هذا التوهج وهذا الخط التصاعدي، وهذا شيء يشرف الكرة الجزائرية والخضر في هذا المونديال. نعم بدون أدنى شك المباراة الأولى كانت صعبة للغاية، ونحن نعرف أننا منتخب شاب تنقصنا الخبرة ربما، وبالنسبة للمباراة الأولى بدأنا في المنافسة، بعد ذلك شيئا فشيئا صعدنا في النسق وأعطينا كل شيء كان نمثل بأفضل طريقة ممكنة المنتخب الجزائري والبلدان العربية أيضا والمسلمين أيضا، لأننا جئنا اليوم في شهر خاص وفريد من نوعه، وحاولنا أن نعطي كل ما لدينا كان نمثل بصفة خاصة الجزائر وبصفة عامة البلدان العربية والمسلمين. الحمد لله تحققت كل هذه الأهداف، لأن الحضور كان رائع مميز. مجيد بوقر القائد، تجربة ستبقى في الذاكرة، شيء لن ينسى أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. مغامرة ممتازة رياضية إنسانية على كل النواحي. أعتقد أنه في البداية لم نكن نظن أو نتوقع بأننا سنبلغ هذا المستوى، كنا ندرك أن لدينا الإرادة ولكن الأمر كان يبدو صعبا في البداية، وعندما تمكنا من الترشح كنا في أفضل حالاتنا وأحسسنا أن لدينا منتخبا متماسكا ولحمة، ومنذ كأس أفريقيا الأخيرة تطورنا كثيرا، وأنا أرى أن هذا المنتخب شاب وفخور أن أكون جزءا منهم وأن أكون معهم مثل حسن يبدأ ومهدي لحسن كذلك. أنا فخور جدا لأفريقيا كذلك، يجب أن لا ننسى القارة الأفريقية، نحن نمثل العرب وأفريقيا كذلك كقارة بأكملها. هي كذلك نقطة مهمة في تاريخ هذا المنتخب. ياسين إبراهيمي، أنت من الأسماء المهمة طبعا بلون وبطريقة، كل لاعب جزائري قدم المطلوب، ولكن ما يحسب للمنتخب الجزائري هذا الأداء الجماعي، هذه الروح. طبعا أنت لم تولد بعد، عندما نجحت الجزائر في هزم ألمانيا في خيخون سمعتم عن ذلك التاريخ الرائع، عن تلك القصص التي ستظل موسومة في الذاكرة. إذا كان هناك رهان بطموحات أن تواصلوا هذا التوهج، وكانت هناك أحلام كذلك تتمثل على الأقل أن يكون هذا المنتخب وهذا الجيل هو من يفتح أبواب الدور الثاني من خلال المشاركة الرابعة، وهذا ما تحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هذا صحيح. من الواضح أنه كان لدينا جيل عام 82 و 86 حقق إنجازات رائعة بكل بساطة، هزموا المنتخب الألماني الكبير في تلك الفترة، ولكن لسوء الحظ نحن نعرف ما حصل ولم يترشحوا للدور الثاني. ولكن بالنسبة لنا جيل 2014 قبل كأس العالم هذا كان هدفنا الأول الترشح، وكنا نعرف أن الأمر لن يكون سهلا بالمرة. الآن بفضل الله تمكنا من تحقيق ذلك، وهذا إنجاز كتبنا صفحة جديدة في التاريخ بكل بساطة، ونحن سعيدون جدا. وكما قلنا في السابق هذا ليس فقط انتصارا بسيطا، بل كل الشعب الجزائري، كل البلدان العربية، كل المسلمون والقارة الأفريقية كذلك. رائع. حسان، طبعا مونديال استثنائي في الذاكرة. دون أدنى شك هذا أمر واضح. نحن كان لدينا الحظ مع مجيد بوقر أن نشارك في كأس العالم سابقة، وعام 2014 مرة أخرى تمكنا من الترشح إلى الدور الثاني، كان هذا شيئا استثنائيا. لعبنا أمام منتخب ألماني قوي للغاية، نحن فخورون بكل بساطة بتمثيل الجزائر، وكما قال الزملاء العالم العربي المسلمون وقارة أفريقيا، نحن اليوم فريق شاب وسنتطور كثيرا في المستقبل، ويجب أن نواصل إلى الأمام، نجهز أنفسنا إلى المستقبل إن شاء الله. وأنتم تلعبون المباريات، طبعا كانت هناك استديوهات من عين المكان لقنوات بي إن سبورتس، مجموعة من المحللين
العالميون طبعا العالميين يتابعون التفاصيل كانوا بآراء من خلال تحديدا دقائق المباراة في فترة ما بين الشوطين حتى ما بعد نهاية المباراة. هي مناسبة نسترجع طبعا